شفت بعيني محدش قالي، شفت شبابنا كله تحدي، شفت مهارة، شفت ثقافة، شفت تجلي. وادي كمان رامي وشهيرة، عمرو بشاي، أحمد وسميرة، قالوا جيل بطبع التغيير. جيل بطبع التغيير مع هناء سعيد. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا، وهذا اللقاء الجديد والمتجدد من البرنامج، ويسعد ميكروفون جيل بطبع التغيير أن يواصل اللقاءات مع الصحفي والكاتب حاتم محمود النجار. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا يا فندم. صباح الاشتراك والتفاؤل، والنهاردة عايزين نقدم صورة متفائلة لشبابنا. أكيد طبعا. وبنصبح عليهم، بنقول لهم إيه؟ انتوا أملنا، لو انتوا كويسين قوي مصر هتبقى كويسة قوي، واحنا هنبقى كويسين. هنبقى كويسين علشان خاطر انت كويس، انت ابننا. لازم تقتنع بكده ولازم تصدق كده. لو انت ما صدقتش كده احنا هنتعب. احنا كل اللي بنعمله علشانك، بنعمل النصايح او بنقول المعلومة علشانك انت، عشان تنهض بالبلد، لأنا وانت أجزاء من هذا الوطن الحبيب. هناك دراسة لأكثر 10 شخصيات مؤثرة في العالم كله، هم 10 شخصيات شباب مصريين. وده شيء مباشر ان شبابنا مبتكر ومبدع وعنده قدرة على التغيير، وده بيقابله شباب يائس، مش طموح، مش مقتنع باللي هو فيه، قد يكون أرغم على دخول جامعة مش كان عايزها. فبالتالي دول بنقول لهم ايه من خلال جيل بطبع التغيير؟ انا بقول له اصبر. حتى لو انت مجال عملك او مجال دراستك ما كانش باختيارك، اصبر وابدع واثبت نفسك من خلال العمل. ما انت لو اثبتت نفسك من خلال عملك، من خلال دراستك، انك انت متفوق او متميز من خلال عملك او دراستك، انت هتفيد نفسك اولا، هتفيد اسرتك ثانيا، هتفيد وطنك ثالثا. فكلها ايجابيات هتفيدك انت وهترجع عليك بالافاده. لان لو انت ما افدتش وطنك، ما افدتش اسرتك، انت نفسك هتقابل مشاكل. عليه ان يخرج من اليأس. المجتمع مفروض يقدم لهذا الشاب فرصة يسمعه، فرصة ان هو يبتكر، فرصة ان هو يعرض عمله. أستاذة هناء، التجربة تحتمل الإيجاب وتحتمل السلب. من النهاردة عشان خاطر الشاب ده يبدع لازم أديله فرصة، أو أديله فرصة للتجربة، إنه يجرب. هينجح في مرة ويفشل في مرة. لو فشل نقول له والله أنت فشلت عشان 1 2 3. لو نجحت هينجح تاني، نشجعه وندعمه وينجح تاني وتالت ورابع. وده إفادة للوطن. ولازم يعرف ان برضو الشباب هم اساس الوطن. انت الاساس. انت كل ما هتبقى كويس انا هبقى كويس، انا كوالد ليك هبقى كويس، انا كفرد في المجتمع هبقى كويس. انا مش بدعو المدينة الفاضلة على قد ما بدعو انك انت تنهض بمدينتك، تنهض ببلدك، بوطنك. لو انت ما نهضتش مين هينهض؟ لابد ان يكون هناك تنمية للشباب وعزيمة لدى الشباب. العزيمة مهمة. اصرار. ونحدد الاهداف. تحديد الاهداف يا استاذة هناء بمساعدة جيل الوسط. استشارهم، قول لهم انا عايز اعمل الحاجة الفلانية صح ولا غلط. مش عيب، والله العظيم مش عيب. لان الوالد والوالدة او الكبير عموما هيقول لك على الطريق الصح، هيقول لك لا حاسب، هتقع في الحتة الفلانية، خلي بالك. او لو شايف الطريق بتاعك مظبوط هيساعدك انك انت تبدع اكتر. وكله راجع ليك انت، بس اتحاور، استشير. الاشياء اللي اصبحت من الاشياء اللي اصبحت مسيطرة على الشباب، ان انا دايما بلاقي صور شباب بينزلوها: انا عندي اكتئاب فظيع، انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز اتعامل مع حد. لا، ده تصدير شعور سلبي. للأسف حتى لو كانت نسبة يعني التصدير دي ضعيفة فهي موجودة. انت ليه انت شخصية سلبية، او انت عندك شعور بالاحباط او الاكتئاب،
ليه تصدره للاخر؟ ليه تنشر على الفيس انك انت متضايق؟ انا مش بحد من حريتك، انشر اللي انت عايزه، ولكن خد بالك صفحتك على الفيس دي او على تويتر دي المرايه بتاعتك، دي بتعكس اخلاقك، بتعكس سلوكك، بتعكس افكارك. شوف انت عايز تبين نفسك ايه. لو انت عايز تبين نفسك وحش اعرض الافكار السلبيه، تمام. خلي نجم زي الممثل اللي كنا بنتكلم عليه الحلقه اللي فاتت، خليه نجم، اعرضوا المشاهد بتاعته او استعمل الالفاظ بتاعته. الرساله للشباب مع هذا الصباح: اشتغل، قول يا رب، تمام. خلي علاقتك بالمولى عز وجل علاقه سويه، تمام. كل ما هتقرب منه هو هيقرب منك اكتر. ولو نواياك النية يا أستاذة هناء، لو عندك النية والعزيمة انك انت تبقى كويس، والله انا بحلف لك من خلال اذاعة القاهرة الكبرى والله هتبقى كويس، لان ربنا عز وجل بيدعم او بيكرم النوايا الحسنة اللي فيها خير. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى الأستاذ حاتم محمود النجار صحفي. شكرا لحضرتك. أشكرك يا فندم جدا. مع تحياتي هناء سعيد وتحيات هندسة الصوت إيمان نادر. شفت بعيني محدش قال لي، شفت شبابنا كله تحدي، شفت مهارة، شفت ثقافة، شفت تجلي، وادي كمان رامي وشهيرة، عمرو بشاي، أحمد وسميرة، قالوا